من الحاجات الاساسيه دايما الكونسيرنز بتبقى عند البي تو بي كلاينتس موضوع الليد كواليفيكيشن. يعني ايه ليد كواليفيكيشن؟ ان انا اتاكد ان الشخص اللي جالي المهتم ده هو فعلا كونسيومر بتاعي، او الشخص اللي عنده فعلا عايز يشتري السولوشن بتاعي مناسب للتارجت اودينس بتاعي او الكونسيومر بتاعي. في عندنا مصطلحين جزئين مهمين قوي لازم تبقى واخدين بالنا منهم، حاجه اسمها الام كيو ال وحاجه اسمها الاس كيو ال. الام كيو ال او ماركتنج كواليفايد ليد، يعني يكون الليد ده كواليفايد من ناحيه الماركتنج، وده مختلف عن السيلز. طب ايه الاختلاف بينهم؟ الماركتنج كواليفايد ليد ده معناه ان هو ده الشخص بيه الجوب تايتل الصح في الاندستري الصح في الفانكشن الصح. يعني مثلا وليكن بنعمل سولوشن فور اتش ار، فبالتالي انا بدور على اتش ار دايركتور، اتش ار مانجر، هيد اوف اتش ار. التايتلز دي دايما ببقى كواليفايد ليه باول حاجه التايتل، ثاني حاجه الكومباني سايز. انا مثلا بسيل السولوشن بتاعي اونلي كده فولد مثلا الكومبانيز اللي عندها اكتر من 100 راجل، وليكن هو بيلور مثلا. ببدا اتارجت كومبانيز دي ويبدا يكون من ضمن الكواليفايرز اللي انا بحطها الكومباني سايز بقى، الكومباني اندستري، جوب تايتل، كل الحاجات دي كلها من ناحيه الماركت كواليفايد تيم. وده اللي احنا بنعمله دايما مع كل الكلاينتس بتوعنا، ان احنا يكون في زي كده داتا بيس لو هو ما عندهوش سولوشن او سي ار ام محدد، وحتى لو عنده بننتجريتد مع السي ار ام، بس يكون عندنا زي كده اليت هاندلنج شيت بيكون فيه الانفورميشن كلها بتاعه الليدز اللي جت، الديت بتاعها والتايم بتاعها، التشانل اللي جت منها، والسيلز تيم بيخش يدي ان الليد ده فعلا ماركت كواليفايد ولا لا. السيلز كواليفايد ليد بقى او الاس كيو ال بيبدا يظهر منين؟ من شويه اسئله كده المفروض ان السيلز بيبقوا يبداوا يسالوها للليد ده. بيسالوه مثلا هل هو ديسيجن ميكر، هل هو عايز السولوشن ده دلوقتي، ايه البادجت بتاعته، حاجات زي كده هي اللي بتايدنتيفاي اذا كان هو فعلا سيلز كواليفايد ليد ولا لا.